هنا في مزلان أرض اللواء حكاية أم حسن اللي عندها طموح ملوش سقف. هي بتدرس، بتلمع جزم، عاوزة تبقى حاجات كتيرة قوي. أولا ازيك وعاملة ايه؟ ربنا يخليك، الحمد لله. حكايتك ايه بقى يا أم حسن؟ من تلميع الأحذية لأنك طالبة بتدرسي؟ انا مساحه احذيه، بشتغل طبعا عشان كنت أنا كان معايا اطفال صغيره اولادي جوزك توفى؟ اه كام سنة؟ من 16 سنه. 16 سنة. ايوه. وبعدين؟ وبعدين رحت اشتغلت بقى الشغلانه دي، مع ان ما عندناش حد يعني في العيله شغالها، بس هي يعني جات لي فكره كده وانا ببص من البلكونه. معاكي دبلوم تجارة. انا معايا دبلوم تجاره ما اشتغلتيش ليه مثلا سكرتيرة؟ ما كانش في شغل ساعتها، وبعدين اصلا انا معايا 5 عايزه اعلمهم واربيهم كويس. بتكسبي من ده كويس؟ لا مش بكسب كويس، بس ربنا ما ينساش حد يعني. بتدرسي دلوقتي ايه بقى؟ أنا بدرس، أنا دخلت كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان، أنا في سنة تانية عشان كده ما شاء الله. جامعة حد يعرف انك بتلمعي جزم او حاجة؟ طبعا، وأنا أخبي ليه؟ دي شغل. عادي ها؟ طبعا. شرف. أيوه، هو أنا بعمل حاجة غلط؟ دي الستات يا جدعان، مش اللي يقول لك عايزين وعايزين وعايزين. دي الناس الصابرة اللي بتقول يعني ايه، ناخدها كده بجبنا يعني. تعالى في واحد هيبخرنا اهو. تعالى بخر. بخر، خش بخر. انت عارف ام حسن؟ سعيد جدا اللي بقدم ست مصرية ما كانتش أسيرة للروتين، ما قالتش أنا بقى همد إيدي ولا كذا، لا اشتغلت وإحنا بنحييها على ده. يعني أنا سعيد إنها مش خجولة بده، إنها بتكمل تعليمها، إنها عندها حلم إنها تتكلم بلسان الناس. من هنا، من أعلى مكان في مصر، عشان نقول لبلدنا بكرة لازم نتغير، يا مصريين لازم نتغير. رحلتنا بكرة لقاء جديد.